انتوا عارفين ليه ان كسر المراية بيجيب النحس؟ انا هقول لكم الحكاية. لان كان زمان في اوروبا كانت الناس اللي بتنظف الخدامين لما بيجوا بيمسحوا المراية كانوا بيمسحوها جامد قوي، فكانت المراية بتتكسر منهم، وكان تمن المرايات غالي، لان المرايات ما كانتش بتبقى موجودة غير في بيت الامراء بس، والناس الأغنياء. فبعد ما بتتكسر لازم اللي كسر المراية لازم يسدد تمنها، فعقبال ما بيسدد تمنها بيقعد يخدم في البيت ده حوالي 7 سنين. فعشان كده بيقولوا ان كسر المراية بيجيب النحس، مش يوم ولا 2 ولا سنة ولا 2، بتجيب النحس 7 سنين علشان الحكاية دي.